أشارككم بآية واحدة خاصة بمصر عشان نصلي التلت ساعة اللي فاضلين مع تسابيح، يبقى بنحصر كل الأهداف. احنا خدنا هدف الأولاني عن التوبة، والتاني عن ربح النفوس، والتالت عن الإيمان، والرابع على بنصلي من أجل أن الله يجي وينقذ بلدنا ويجي يتمجد فيها. وصوت الله كان كده هوت لموسى، وقال له كده. هقرا لكم بس الآن الآية بس اللي هي: إني علمت، فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة، إلى آخر الجزء. فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذين في مصر، سمعت صراخهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم. وده صوت ربنا، وإحنا متأكدين واثقين إن إلهنا يجي ويعمل إنقاذ، ويجي يمنح بركة، ويجي يفك كل القيود ويمنح بركة. إحنا واثقين ومتأكدين. فده الهدف الأخير اللي بنصلي من أجله، إن الله يمد إيده بسلام وبرحمة وبفرح وببركة. وإحنا متأكدين إنه السنة دي سنة بركة وسنة خير، وكل اللي احنا شايفينه ده لازم هيتبدل ويبقى عوضا عنه بركة ونعمة وخير. خلونا نصلي الحبة اللي فاضلين ربع ساعة من أجل كل الأهداف بما فيهم الهدف الأخير، ونختم بصلاة باكر، مزامير باكر، ونخش على القداس. اتفضلوا نصلي.